طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نشرة مفصلة للأخبار. تسيير أنشطة تشجير واسعة بالإقليم الأوسط. الحفائر تساهم في تقليل مشاكل مياه الشرب للإنسان والحيوان في أدوحة. جهود إدخال المناحل الحديثة في الصنعفة. ألمانيا تعبر عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل النزاع الليبي. كيرغستان تلقي نتائج الانتخابات البرلمانية بعد موجة احتجاجات. الأمازون ستتحول من غابات ماطرة إلى سافانا. أهلا بكم. شهد الإقليم الأوسط خلال 26 عاما مضت أنشطة تشجير واسعة، حيث تم قرص أشجار متنوعة على مستوى الأفراد والمجتمع المدني وحملة التنمية الخريفية في مساحة 10,000 هكتار. وأوضح خبير التشجير في مكتب قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد كيداني تخليه في 6 من أكتوبر اليوم الذي نظم فيه سكان منطقة هزقة بما فيهم الشباب وطلاب حملة التشجير، أوضح إلى أن التشجير له علاقة مباشرة مع التنوع الإيحائي وخاصة الحياة البشرية، مشيدا بالخطوة التي اتخذها سكان منطقة هزقة داعيا لإيلاء اهتمام أكبر ومتابعة جادة للشتول المغروسة حتى تنجح وتنمو جيدا. وذكر السيد كيداني بأن مناطق تعزقة وهزقة وقنسي وعد يعقوب وهزقة وعد بيدل في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط شهدت العام الماضي حملة واسعة لقرص الشتول في مدرجات ومصاطب وحواجز مائية أنجزت في مساحة 2750 هكتارا، وقد تأكد نجاحها وتوجد حاليا في وضع جيد، مناشدا لضرورة ترسيخ ثقافة قرص الشتول واستمراريتها بصورة واسعة. وأوضح منسق أنشطة التشجير التي شهدت مناطق هزقة بأن الأعمال المنجزة هي جزء لا ينفصل عن أعمال نجحت أنجزت في مجال نشر أسلاك التيار الكهربائي وأنابيب المياه، بالإضافة إلى إدخال منقذات حنة التقليدي وكذلك إلى إنجاز دورات مياه حديثة. ساهم الحفيران المشيدان حديثا في ضاحية أدوبحة بمديرية أدوحة إقليم شمال البحر الأحمر في تقليل مشاكل المياه الشرب للإنسان والحيوان لكونها خزانة مياه كافية بفضل الخريف الطيب. وقال مدير المديرية السيد محمد عمر درار أن السكان المتحفزين بالأوضاع يقومون بتنظيم أنشطة نفير لحفظ المياه وحماية التربة وإصلاح مساقط المياه لحماية الحفيرين من الامتلاء بالطمي. وذكر السكان بأنهم كانوا يترحلون مسافات طويلة بحثا عن المياه، إلا أنهم في الوقت الحالي يتنفسون الصعداء، مؤكدين القيام بالعمل الدؤوب لتأمين الحفيرين وضمان استمرارية المياه وإسرائها أكثر. هذا ويقطن مديرية أدوحة أكثر من 16,000 نسمة يقطنون في 6 إدارات ضواحي. يقوم مربو النحل في مديرية الصنعفة بجهود لإدخال المناحل الحديثة لرفع إنتاج العسل. وقال رئيس جمعية مربو النحل في مديرية الصنعفة السيد إبراهيم سليمان أن الجمعية تعمل لتمهيد الأرضية لرفع إنتاجية النحل، موضحا بأن المبيدات الحشرية التي ترش في مناطقهم تؤثر سلبا على أنشطتهم، مناديا المهنيين الزراعيين إلى المسألة الاهتمام اللازم. وأوضح سكرتير الجمعية الأستاذ إسماعيل محمد نور بأن 18 ضاحية من 24 ضاحية في المديرية ملائمة لتربية النحل، مشيرا إلى محدودية أنشطة تربية النحل رغم إمكانية تربية 8,800 قلية نحل. وذكر أن الجمعية تقوم بتعريف مربي النحل المستخدمين للمناحل التقليدية بأهمية المناحل الحديثة وحثهم للانضواء في الجمعية. ودعا أعضاء جمعية وزارة الزراعة لتقديم المناحل الحديثة والأدوات الأخرى عبر الجمعية. ويمتلك أعضاء جمعية مربي النحل في مديرية صنعفة التي تأسست عام 2015 964 خلية نحل في المناحل التقليدية والحديثة. قدم المواطنون في الداخل والخارج مساعدات مالية للمحتاجين في مديريتي براديزو وغودايف وبريخ.
وبموجب ذلك قدمت 23,000 نغفة بواقع 500 نغفة لكل من 460 أسرة محتاجة في مناطق ضاحية عد سقدوب ومديرية باراديزو، فيما تبرع أبناء قدايف مقيمي الولايات المتحدة الأمريكية ل60 محتاجا في قدايف لكل منهم 1000 نغفة. كما قدم مبلغ 331,500 نغفة ل 595 محتاجين في مديرية باريخا، فيما قدم مبلغ مالي قدره 541,000 ل 578 أسرة محتاجة، وأكثر من 198,000 نغفة ل 171 أسرة محتاجة في منطقة عد بيديل. استشهدت المناضلة الممرضة برهة يمانية خلاهيموت عضو وزارة الصحة فرع الإقليم الأوسط اليوم 7 من أكتوبر إثر مرض لما بها عن عمر بلغ 64 عاما. والتحقت المناضلة الممرضة برهة يمانية بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وهي مناضلة خدم شعبها ووطنها بوفاء وإخلاص قبل الاستقلال بصفوف قوات الدفاع، حيث بلغت إلى مستوى طبيبة كتيبة، وبعد الاستقلال في مستشفى حسحز. المناضلة الممرضة برهة يمانية ربت أسرة وأم لمولود وحيد، وورى جسمها نهار عصر اليوم الأربعاء 7 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة الصحة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضلة الممرضة برهة يمانية، وتقدم تعازيها الحارة لأسرتها ورفقائها وزملائها. الأخبار العالمية بعد هذا الفاصل القصير. تفاؤلا حذرا بشأن فرصة التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر مؤتمر دولي على عبر الفيديو عقد بعدما استئنف طرفا النزاع أخيرا الحوار بينهما. وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مؤتمر صحفي في برلين أن هنالك أسبابا لإبداء تفاؤل حذر، لافتا إلى أن ثمة مؤشرات لدى طرفي النزاع للانتقال من المنطقة العسكرية إلى المنطقة السياسي. وأضاف الوزير الذي كان يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتقد أن ثمة نافذة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة، وألمانيا على رأس الدول التي تبذل جهودا دولية لحمل الأطراف في ليبيا على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات سياسية، والجهات الداعمة لها إقليميا إلى احترام الحظر على الأسلحة. كما أفضت مفاوضات تضم برلمانيين من الجانبين المتخاصمين في 10 من سبتمبر في المغرب إلى اتفاق شامل حول المؤسسات السيادية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية الأسبوع بعد اندلاع احتجاجات كبيرة في العاصمة كاراكزية بتشيكا ومدن أخرى للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. وقالت رئيسة اللجنة إن قرار إلغاء نتائج التصويت جاء من أجل منع التوتر في البلاد. وقد أدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي جرت إلى نزول الآلاف الأشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة ثم إلى موجات ليل مع الشرطة أسفرت عن مقتل شخص وجرح 120 آخرين على الأقل. واستولى متظاهرون مناهضون للحكومة القرقازية على مقر السلطة في العاصمة بتشيكيك، وأبطأوا صراح الرئيس السابق الماز بيكاتوموف في تصعيد لاحتجاجاتهم على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى. حذر باحثون من إمكانية أن تفقد مناطق مختلفة من غابات الأمازون طبيعتها وأن تتحول من غابات ماطرة إلى مجرد سافانا مع تراجع بأعداد الأشجار بسبب الأزمة المناخية. وتعتبر الغابات الماطرة شديدة الحساسية لما قد يطرأ من تغييرات في كميات هطول الأمطار ونسبة الرطوبة،
كما أن الحرائق أو فترات الجفاف طويلة قد تؤدي إلى خسارة مناطق عدة من الغابات لأشجارها، وبالتالي تتحول إلى سافانا. وفي الأمازون فإن هذه التغييرات ممكنة الحدوث، لكنها تستغرق عقودا لهذا التحول. وبحسب دراسة نشرت في مجلة علمية فإن عملية التحول هذه باتت أقرب بكثير مما كان يعتقد في السابق، فما نسبته 40% من غابات الأمازون الماطرة هي حاليا أشبه بالسافانا. وقد تراجعت كمية الأمطار في مناطق واسعة من هذه الغابات بسبب التغير المناخي. وتعتبر حرائق الغابات في الأمازون هذا العام الأسوأ منذ نحو عقد من الزمن، مع زيادة بنسبة 60% في بؤر الحرائق مقارنة بالعام الماضي. توجت جائزة نوبل للفيزياء التي أعلنت رواد ثلاثة في مجال البحوثات المتعلقة بالثقوب السوداء، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها، هم البريطاني روجر بارناز، والألماني هرنارد جرنزان، والأمريكي أندريا جيز. وفاز بارناز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن تشكل ثقوب سوداء هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة، في حين أن جينزل ويجز كفي لاكتشافهم جسما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرتنا، على ما أوضحته لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم. وباتت أندريا جيز رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل للفيزياء، وهي الفئة التي شهدت فوز أقل عدد من النساء بين جوائز نوبل الستة. وتشكل الثقوب السوداء الفائقة الضخامة أحد الألغاز الفيزيائية الفلكية، ويكتنف الغموض خصوصا طريقة بلوغها هذا الحجم. وكان خبراء يرجحون إعطاء جائزة نوبل هذه السنة لاكتشاف يتعلق بالفيزياء الفلكية أو فيزياء الكيمياء، وهما تركزان على دروس علم الظواهر الفائقة الصغار. وصلنا إلى ختام النشرة، وفي أمان الله.